طرب وغناء. اليوم كنتواجدوا مع رواد جمعية أحباب الأندلسية اللي جاونا من مدينة أكادير وبالضبط حي صنابة. أستاذة زهيرة دكتور مولاي الوكيلي، مرحبا بكم معنا. اولا كنشكركم على تلبيه الدعوه وشرفتوني، ولي شرف كبير انني نكون حاضر معكم اليوم. مرحبا سي مرحبا بك سيدي ياسين. الله يعطيكم الخير. الأندلسية اللي هي كنعتبروها بيتك، لأنك مشهود لك في المجال الفني ومعروف عليك أنك ملم ومهتم، وكنفتخروا بك ولدنا وبيننا منا وعلينا. شكرا، شرف لي والله العظيم. اول سؤال، شكون هي جمعية الأحباب الأندلسية وشنو هما الأهداف ديالها؟ أحباب الأندلسية تضم يعني عازفين وأصوات يعني من سوس العالمة ومن عدة مدن أخرى. مثلا كان معنا أعضاء من مدينة تازة، من مكناس، مراكش، أسفي، الصويرة، عبد ربيه من مدينة وجدة. يعني احنا حاملين هذا الهم ديال لا ترانسميسيون ديال هذا الفن، تحبيبه يعني الجمهور الاكاديري والجمهور المغربي بصفه عامه. ما كتفكروش ديروا احياء لهذا التراث بتنظيم مهرجان الموسيقى الروحيه والطربيه باكادير؟ فكره رائعه، علاش لا؟ الجمعيه منفتحه على جميع الافكار الجميله والجيده، وهذا راه حلم اللي ناقشناه صراحه وكنتمناوه. غادي نشوفوا من داخل الجمعيه كاين ستاف دو طرافاي اللي كيشوف هذا الموضوع هذا وكيشوف مدى قابليته للتطبيق على ارض الواقع. بصراحه كنتمناوه بزاف وان شاء الله من وراء بعد الجائحه ان شاء الله ممكن، علاش لا؟ ان شاء الله نتمناو نشوفوا بحال هاد المهرجانات في مدينتنا، حيت بالاخص اكادير كتفتقد بحال هاد المهرجانات ديال الاندلسي والغرناطي. بالطبع راه في حد ذاتهم اغناء المشهد الثقافي والفني في اكادير كيف ما هي عطشانه يعني مناخيا، عطشانه حتى فنيا وثقافيا. واي مبادره راها جميله جدا، وغادي تلقى واحد الاستحسان كبير من عند الساكنه ومن عند الناس المولوعين بالفن. حنا محتاجين بزاف اننا ننوعوا، اننا يعني نخرجوا بابداعات جديده. وحنا كيف كنقولوا زعما كنتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديال الناس ديال اكادير وعند حسن الظن ديال المتابعين ديالنا ان شاء الله يا ربي. والسؤال الاخير، شنو الرساله اللي تبغيو توجهوا للشباب اللي غادي يحملوا المشعل؟ الشباب نتوما سيدي ياسين مهتم، يعني نهضر لكم اللي قبيله على الايقاع الغرناطي، راه ايقاع اللي هو غني وتبارك الله عليك، كنتي في عمر صغير اللي اهتميتي به. ومن هنا جانا التشجيع ديال اننا كنشجعوا الشباب ديال انهم يرجعوا للتراث، لان التراث الغرناطي راه زاخر جدا وغني جدا. الابداعات الشبابيه علاش لا؟ كنقولوا للشباب انهم يهتموا وينهلوا من هذا الفن هذا، لانه اساسه زوين والمحتويات جميله جدا وغنيه جدا، ممكن بها يقدروا يديروا حوايج اخرى.
عن نفسي ونيابة عن جمعية أحباب الأندلسية كنحيي هذا الطاقم الشاب وهذا البرنامج المتفرد من نوعه، وعلى رأس هاد الشباب هادو الأستاذ ياسين. كنتمنى له التوفيق وكنتمنى لكم مسيرة موفقة، مسيرة رائعة إن شاء الله في صبر أغوار مجموعة الفنون اللي كتزخر بها بلادنا. وكنشكركم بزاف بزاف على هذه الفرصة اللي خليتوا جمعية يعني جمعية من نوع ديال الجمعية ديالنا نخارط في هذه الموجة الشبابية وفي هذه المبادرات الشبابية ديالكم. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. اذا متتبعينا كما شفتوا هكا دازت الحلقه ديال رفقه رواد جمعيه احباب الاندلسيه اللي رحبوا بينا وفتحوا لنا بابهم. كنضرب لكم موعد مع العديد من المفاجات. كان معكم خوكم ياسين.